في خبر عاجل، توفي الفنان المسرحي والتلفزيوني والسينمائي جمال حمودة عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض. والفقيد من مواليد 17 ديسمبر 1954، وهو خريج المعهد العالي للفنون الدرامية والرقص، وحصل على شهادة ممثل سنة 1974. وقد عرف منذ السبعينات بالعديد من أدواره خصوصا في المسرح والتلفزيون. وكانت انطلاقة الراحل الفنية الاحترافية عام 1977 لما عمل كممثل في المسرح القهوي بعنابة. ومن سنة 1978 وإلى لغاية 1984 اشتغل كمدرس في الفن الدرامي بالمدرسة البلدية للموسيقى والفن الدرامي بعنابة، ليقوم سنة 1988 بالتربص في الإخراج في موسكو بروسيا. وعمل الراحل أيضا كمراسل لأسبوعية الصورة الإفريقية من عام 1990 إلى لغاية 1995، ليشغل بعدها ولغاية 2006 منصب مدير القصر الثقافة والفنون بعنابة، ويتعين بعدها مستشارا فنيا بالمسرح القهوي بعنابة. ولحد هنا نكون وصلنا الفيديو. متنساش في قناة فاز الجرس وتعمل لايك للفيديو.